الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اليوم راح أحاول أحكي حول موضوع يتعلق بالشأن الوطني السوري وما تفعله دمشق وما تفعله الحسكة، وقياس المنسوب الوطني في الفعلين السياسيين على صعيد المصداقية وعقد المؤتمرات وإبرام الاتفاقيات. أجزم على أن حكومة أبو محمد الجولاني أبو الجوج هي من انتهكت اتفاقية 10 آذار، تلك الاتفاقية التي وقعها أبو الجوج مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد. وسبق أن تناولت الموضوع وأتيت بالمعطيات، يعني أسباب الانتهاك، خلفيات الانتهاك. أولا فيما يتعلق بالإعلان الدستوري وما تبع الإعلان الدستوري، وتجاهل وإقصاء الإعلان الدستوري لمكونات الشعب السوري والسعي التشاركي لكي تكون حكومة وطنية مؤقتة، ولكي يكون أبو الجوج رئيس سوري مؤقت، ربما يصبح يعني رئيس شرعي. الآن في الطور الذي تعيشه الحكومة السورية هي حكومة مؤقتة، وهو رئيس مؤقت شاء من شاء وأبى من أبى، وسندي في ذلك هو الإعلان الدستوري وكل ما أصلا هو وخطاباته على أنه رئيس للمرحلة الانتقالية ورئيس مؤقت وكل هذا الكلام. المهم، هذا الرئيس المؤقت يبرم من دون وجه حق اتفاقيات مع دول إقليمية، مع دول نافذة في القرار الدولي، دون أن يكون هنالك سند شرعي في هذا الخصوص. ما عنده شرعية، يحاول الحصول على الشرعية، وللأسف الشديد اتفاقية 10 آذار مع قسد أكسبته نوعا من الشرعية للأسف الشديد. تلك الاتفاقية التي في تقديري نقطة سوداء في تاريخ قسد، ولا أعلم كيف ستسعى قسد إلى تلافي ذلك، لأنه ما بعد تلك الاتفاقية 10 آذار 2025 جرى كل ذلك الانفتاح والانشكاح والانبطاح يعني حكومة الجولاني تنبطح، والناس في الإقليم وفي العالم ينفتحون. طبعا هذا الانفتاح على حكومة الجولاني يسجلونه الجنجويد والحشود والذباب الإلكتروني على أنه نصر دبلوماسي. لك شو نصر دبلوماسي يا أهبل يا غبي؟ شو نصر دبلوماسي؟ حكومتك منبطحة منشكحة ومرتاحة على الآخر ومنفتحة لإسرائيل، لتركيا، لدول الخليج، لكل، يعني شو نصر والدهاء والعبقرية الدبلوماسية اللي أنت عم تسجلها لحكومة الجولاني؟ يا غبي، هنالك غبي، هنالك غبي، يعني جرعة مضاعفة من الغباء يمتلكها ويحلل وبيطلع وبيحكي. المهم، عقد المؤتمر الوطني الخاص بحكومة أبو الجوج وسلقوا هذا المؤتمر، وبناء على هذا المؤتمر طالعوا في البداية حاولوا تطمين الناس، قالوا لا تنفعلوا، هذا مجرد مؤتمر وطني تشاوري، نقاشات، يعني وكأنه ندوة أو محاضرة، ولا أكثر ولا أقل، لإبداء الرأي. بعدين اتضح أن الموضوع مش هيك. الموضوع مش بيعطوا للسوريين مسكنات لحتى يتمكنوا،
بعدين صارت مجازر الساحل، وبعدين صارت مجازر السويداء على ضوء اقتراحات وتوصيات المؤتمر الوطني. هذا مؤتمر هبت هبت ولبت لبت وها ها ها ها، مؤتمر أبو الجوج، أبو محمد الجولاني، وجب يعني شوية ناس مقطعين موصلين على مزاجهم يعني، فحشكوهم مسيحيين على أكراد، لا بيحلوا لا بيربطوا ولا بيسوء، يعني بسوء الحرامية ما بينشروا ب5 ليرات ب10 ليرات بس لتعبئة أماكن. المهم كل التفاصيل، كل الإجراءات، كل الممارسات، يعني مجازر الساحل هي انتهاك لاتفاقية 10 آذار مع قسد. مجازر السويداء هي انتهاك لاتفاقية 10 آذار مع قسد، مع قسد. وبالتالي كل سلوكيات حكومة الشرع الداخلية وتعاملها مع المكونات على الصعيد الإعلامي، على الصعيد الثقافي، على الصعيد السياسي والعسكري وكل القصص هي، وانتهاك فاضح وصارخ وبالدليل القطعي الثبوت والدلالة لاتفاقية 10 آذار المبرمة مع مظلوم عبدي ومع قسد. يعني قسد عندما تتحدث عن الانتهاكات ينبغي أن تكون يعني وهو موقفها قوي. من الذي انتهك؟ أين هي تلك الوعود؟ عودوا إلى البنود وسترون. بدهم الانضمام المجاني والسريع، مشان بيصير مثل ما بيتحكم الجولاني بأبو عمشة وبصيف بولاد وهبت هبت ولبت لبت وأبو الميش، بدهم إياهم يتحكموا بمظلوم عبدي نفس تحكمهم ب بأبو الميش وأبو عمشة هالزبالات يعني بكرة بتصير مجازر أخرى في حق المكونات، ستتحمل قسد أيضا مسؤولية مجازر الجولاني إذا انضمت بدون ضمانات دستورية، بدون شروط واضحة تقنن وتضبط سلوك حكومة الجولاني على سلوك حكومة قسد المحلية الإقليمية في شرق الفرات بشكل ما مضبوط، لا يصل إلى تلك المجازر التي اقترفها الجولاني في الساحل وفي السويداء. قولا واحدا، اللي بيجي بيقارن يجيب نفس مستوى الضحايا، نفس مستوى العنف، نفس مستوى الطائفية، نفس مستوى هبت هبت لبت لبت. يعني لو قسد تستثمر الورقة العشائرية والقبلية الكردية مثلا، والكرد هم من هم، وعودوا للتاريخ العثماني وعودوا للتاريخ الفرنسي وراح تشوفوا الكرد طردوا البقالة لوراء جبل عبد العزيز، طوشة البقالة معروفة، وطردوهم نصرة لمن؟ للعرب، لعشيرة الحرب وللشرابيين، جماعة عشيرة مهند القاطع. الكرد في فترة من الفترات يطلع لك واحد يقول البقارة وما بعرف شو من القصص العشائرية والقبلية. فقصة هبت هبت لبت لبت والاستنفار والنفير والقصص هي قسد لم تستخدمها، لم توظف المنابر الإعلامية ضد الجولاني، لم توظف الجوامع في مناطق شرق الفرات ضد الجولاني، لم توظف الكنائس في مناطق شرق الفرات
ضد الجولاني وحكومته البربرية والفاشية والعنصرية. قسد لم تفعلها. واحد عنده ذرة وجدان، عنده ذرة ناموس، عنده ذرة كرامة، عنده ذرة أخلاق، لما بده يجي يقارن يكون يعني شوي ما نوعًا ما أخلاقي ومتوازن في المقارنة ما بين أداء قسد وأداء الجولاني. هل أنا راضي عن قسد؟ قولًا واحدًا لأ. الأداء على المستوى الخدمي، على المستوى الإداري، على مستوى السياسي، حتى على المستوى العسكري، لست راضي عن قسد. لكن في مقام المفاضلة ما بين قسد والجولاني، طبعًا كفة قسد ترجح، لأنه لأنه ما في أسوأ ولا أردأ من حكومة الجولاني. 6 أشهر 7 أشهر كافية لإزالة المساحيق عن الوجه القبيح لهذه الحكومة، وما بدها هذه الحكومة ترفض إنه تعمل تجميل وتعمل تضبط حالها ويعني تدخل في الإطار الوطني وفي السياق الوطني. أحيانًا باشوف الكثير من النشطاء، كُتّاب، صحفيين، الموالين أو اللي بيحاولوا يقدموا أوراق اعتماد لحكومة الجولاني بشكل أو بآخر. حكومة الجولاني بتتابع كل كل ما ينشر، كل ما يُبث في السوشيال ميديا، بيشوفوا هوشنغ كيف يعني يتعامل هوشنغ سابقًا كان بينتقد كتير حزب العمال الكردستاني وقصد وطني، لكن الآن بينتقد كتير الجولاني والعمشات والعفشات والكلسات والشلحات هدول الإرهابيين البررة. لا، 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 ما بدنا إياه، شيلوه. زايد من الناس والله هذا خطابه وطني. ليش وطني؟ يبي ينتقد قسد، يبي ينتقد الجولاني لأ، وطني. مقياس الوطنية عندهم إنه أن تنتقد من ينتقد حكومة الجولاني، هذا هو المعيار بالنسبة لإلهم. بشوفهم يعني أحيانًا يستضيفوا أشخاص يعني حسن شندي، ما باعرف مين يعني، آآ شو اسمه تمّو، شو كان، مش عبد العزيز التمّو، واحد من كوباني، نسيت اسمه، طُرد من حزبه يعني بتهمة الحشيش وكذا، وزعيم الحزب طلع حكى، شيخ آلي، محي الدين شيخ آلي. علي تمّو ما عاد أتذكر. بيطالعوهن على أساس إنه هؤلاء يعني كُرد ويمثلون وجهة النظر الكردية. هنالك آخرون يميلون يعني إلى مسألة إنه خلاص القضاء والقدر هو الجولاني وخلاص ينبغي أن نفتح قنوات وكذا. شو هي القنوات؟ أن تغمض عين عن الجولاني وتفتح العين الثانية 10 على 10 على قسد. هون الإشكال. وأخص بالذكر يعني أنا شُفت منشور للدكتور عبد الحكيم بشار، شُفته إنه يميل إلى هذا الميل. الموضوع مش عداوة أبدية مع قسد، لأ. يعني أنا بالنسبة لإلي، أنا لماذا كنت أنتقد قسد وقد قُلتها بالكردي وبالعربي؟ نتيجة تسلُّط وتغلغل وسطوة حزب العمال الكردستاني. الآن تلك السطوة خفّت، وأنا أعني ما أقول، لم تعد كالسابق. لكن هل انتقاداتي تبقى يعني كالسابق؟ لا، مع وجود برابرة وهمج في دمشق. هي قد أكون مخطئ في هذا الموضوع، لكن أنا ما عندي هالعداوة الأبدية، يعني كلمة واحد وقسد وPKK
كل ما واحد ينتقد مثلًا أنا أحيانًا أتضامن تضامن مع الدروز، بوصفهم سوريين، بوصفهم بشر، بوصفهم ضحايا، بيطلع لي واحد وماذا استفدنا من PKK يا حبيبي شو يلعن أبو PKK على أبو الجولاني، على أبو داعش، على أبو ما باعرف مين، شو العلاقة لا تخلطوا المواضيع ببعضها، موضوع PKK وما باعرف شو. والله شُفتوا الهجري آآ منح منصبًا لشكيب نصر اللي كان متورط في 2004 مع سليم كبّول وكذا وكذا، من هالكلاوات ومن هذا الحكي. طبعًا أنا قريت إنه المرصد السوري نفى هذا الموضوع، حتى ولو على صحة هذا القرار، هو قرار خاطئ، قرار خاطئ وغير غير متوقع، وأنا كتبت على صفحتي في هذا الإطار، لكن الكرد اللي بيهاجموا الهجري وكأنه مستنين الهجري على نكشة، على نكشة، يا حبيبي، يا روحي، يا كردي، يا محترم، اللي هاجم رأس العين وقتل العشرات والمئات من الكرد في مدينة رأس العين في 2012 2013 والجولاني. ليست لدي إحصائيات دقيقة، في بعض الناس طالبوني بإحصائيات دقيقة حول قتلى وضحايا الكرد على يد الجولاني، أنا الموضوع ليس بحاجة إلى إحصائيات. شوفوا عفرين المحتلة من قبل فصائل تابعة للجولاني، أبو عمشة وأبو عفشة وسيف بولات محتلين تابعين للجولاني، واحصوا أنتم عدد الضحايا والمهجرين وشو صار بعفرين. الآن من يتحمل مسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية والعسكرية عن احتلال عفرين ليس فقط أبو عمشة، إنما أبو الجوج. فما يجي حدا يجي ويعني لم تكن موفقا في هذا من الكلام هذا. أنا يعني جتني تعليقات على المنشور لم تكن موفقا في شو قلت إنه الشيخ حكمة الهجري أخطأ في هذا القرار، لكن هذا لا يعني إنه أن ننقلب ونصطف مع الجولاني، لأ، أي هجوم على الشيخ الهجري هو اصطفاف مع الجولاني بشكل غير مباشر، أي هجوم على المطالب الدرزية والقضية الوطنية الديمقراطية العادلة الدرزية في السويداء وفي سوريا هو اصطفاف مع الجولاني ونظامه الفاشي. نظام الجولاني فاشي وبربري إلى أن يعتدل ويعدل، يكون منصف ووطني وديمقراطي وتعددي، وهذا مقتل نظام الجولاني إلى أن يعدل عن كل سلوكيات وذهنية هبت هبت ولبت لبت وها ها 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 والهوسات والفزعات ما بعرف شو. وقت ذاك لكل مقام مقال. الآن مقام نظام الجولاني ومقام النظام الطائفي الدموي القاتل البربري الفاشي. إذا تغير هذا المقام وهم ينبغي أن يغيروا هذا المقام، سيتغير مقالي أيضا، وسيتغير كلامي وتقييمي وتوصيفي لهذه الحكومة. على أي حال، صار اليوم 8 أغسطس 2025 انعقد مؤتمر كونفرنس في الحسكة، وجمع مكونات الجزيرة
لتوحيد موقف مكونات الجزيرة. طبعًا قبلها صار كونفرنس بين المجلس الوطني الكردي و مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية. تعرّض لهجوم كبير من حكومة الجولاني وإعلام الجولاني، و ندوات برامج واستهداف. لكن هل تراجعت قسد؟ لا. هل تراجع المجلس الوطني الكردي عن موقفه؟ لا. حتى من داخل أو من أناس محسوبين على المجلس الوطني الكردي هاجموا هذا الاتفاق. وطبعًا منشور عبد الحكيم بشار آآ أيضًا يندرج في هذا السياق. هل راح يعتبروني إنه أنا بامدح قسد وعم بامدح الآبوتشية وبامدح حزب العمال الكردستاني؟ هذا يعني كلام متهافت وتافه. يعني أنا لا أمدح، أنا أوصف حالة موجودة أمامي. المهم انعقد هذا الكونفرنس وبلش الهجوم. بلش الهجوم الإعلامي الإخباري. سوريا، قناة سوريا، تلفزيون سوريا، اللي في بدايات انطلاقتها تلفزيون سوريا كان شعارها حرية للأبد. ارجعوا اعملوا سيرش راح تشوفوا حرية للأبد كان شعار تلفزيون سوريا. الآن مع الأسف الشديد طائفية للأبد، أموية للأبد. واضح من الأداء الإعلامي وأنا أعني ما أقول. قد يقول قائل أنه أنت كنت تكتب مقالات. نعم، كنت أكتب مقالات لموقع تلفزيون سوريا وأنا مسؤول عن مقالاتي ورأيي، سواء نُشر في موقع تلفزيون سوريا أو في أي وعاء إعلامي آخر. أنا مسؤول عن رأيي، ورأيي يعني فيه نَفَس نقدي يعني. اللي بيراجع مقالاتي راح يشوف. طبعًا أنا توقّفت عن إرسال. أنا من هذه اللحظة أو يعني ما عاد، أو صار لي يمكن أسبوعين أو شهر ما عاد بعتت مقالات لموقع تلفزيون سوريا كموقف من الأداء الإعلامي. هذا الأداء الإعلامي شوفوا كيف بيهاجم هذا المؤتمر في هذا الفيديو. وبعدين
بيهاجموا المؤتمر بطريقة يعني على أساس إنه هي مهنية ونقل الخبر ومن هالقصص، ورصد لآراء الناس، وجايبين رأي صهيب اليعربي وما بعرف مين وإبراهيم الجبيني اللي مواقفهم أصلا معروفة قبل وبعد وإلى يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق المكونات. النفس الطائفي أنا بعرفهم، يعني أنا بعرف إبراهيم الجبين في روايته عين الشرق يحاول أن يقدم صورة مختلفة جديدة عن ابن تيمية في الأدب، فما بالكم في السياسة كيف راح يكون؟ إذا في الأدب والرواية هو هيك، ففي السياسة موقفه سيكون أضعاف مضاعفة، يعني فيما يتعلق بالميل العروبي والميل الطائفي. وبيهاجم يعني في تلك الرواية بيهاجم أدونيس، مش يعني نتيجة مواقف أدونيس، نتيجة يعني النفس الطائفي كان واضح. أنا أيضا انتقدت أدونيس، كثر انتقدوا أدونيس، علويين انتقدوا، سنة انتقدوا على مواقفه، بس لم ينزلق بنا المقام، ولم يعني نستهدفه على خلفية طائفية. فتلفزيون سوريا جامعين الآراء المنسجمة مع هذا الخط، خط الهجوم. خير وسيلة للدفاع عن الجولاني هو الهجوم على قسد وعلى مؤتمر قسد، لأنه مؤتمر قسد أيا تكن مساوئه وعلله ومشاكله وهفواته هذا وارد، لكن الفرق بين مؤتمر الحسكة ومؤتمر الدمشق، مؤتمر قسد ومؤتمر يعني الفرق بين المؤتمرين، مؤتمر إدارة قسد ونظام الجولاني فيما يتعلق بالموقف الوطني فرق شاسع، سنوات ضوئية. يعني هاجموا المؤتمر على أكثر من صعيد، إنه الهجري شرع. يا ولادين الحلال، أنتم توصلتم إلى اتفاق مع قسد، ليش بتهاجموا قسد؟ يا عرصات، أنتم توصلتوا إلى اتفاق مع الهجري، خلاص بطلوا هذا النفس العدائي وهذا الهجوم العدائي على الهجري. الهجري راسل ساحل، الهجري بعت فيديو لمؤتمر قسد، الهجري شارك بمؤتمر قسد عبر فيديو. بطلوها، هالوساخة بطلوها في الخطاب الإعلامي والتحريضي. أنتم كسلطة خلص أبرمتم اتفاقا مع هذه الإدارة ومع الشيخ حكمة الهجري. شو سبب استمرار العداء لك؟ أنتم بتهاجموا الهجري أكثر ما عم تهاجموا إسرائيل يا بجم. أنتم عم تهاجروا الهجري أكثر من ما عم تهاجموا محتلي سوريا مثل إسرائيل وتركيا. ليش؟ حدا يجي يعطيني تفسير منطقي لهذا الأداء الإعلامي الساقط. راجعوا الخطاب الإعلامي للأوعية الإعلامية الموجودة، ولن تدخروا جهدا وما راح تتعبوا لتصلوا إلى هذه النتيجة. أبرموا اتفاق مع قسد وبيخونوا انفصاليين وكذا، وما بيطلع لك مذيع بيقول لك طيب هدول انفصاليين ليش؟ أحمد الشرع أبرم اتفاق معهم في 10 آذار 25. الهجري انفصالي وخاين وعميل وإمبريالي وما بعرف شو وإسرائيلي، ليش حكومتك أبرمت اتفاق مع الهجري مع هذا الخاين؟ يا حضرة المذيع والمذيعة المحترمين في هذا الإعلام المحترم، للأسف الشديد على زمن النظام السابق وعلى هذا الزمن، زمن أبو الجولاني أبو الجوج،
نحن نمتلك إعلامًا غير محترم في دولة محترمة اسمها سوريا، إعلام غير محترم في دولة محترمة اسمها سوريا مع الأسف الشديد. لماذا؟ لا أعلم. أنا ما عندي الإجابة، أنتم أعطوني الإجابة والتفاسير آآ التي ترونها مناسبة. مهم، طيب تعالوا بعد ما شفنا هجوم تلفزيون سوريا على مؤتمر بيحكي عن وحدة الموقف في مكونات شرق الفرات اللي هو جزء من سوريا. تعالوا نشوف النص، شو قايل هذا المؤتمر في بيانه الختامي، وهل يعني مخرجات هذا المؤتمر هل تستحق هذا النفس العدواني الطائفي في التهجم والهجوم على قسد والهجري والعلويين؟ هذا الفيديو عار 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 يعني. ليش؟ إنه والله غزال شارك بمؤتمر قسد، خير والله حكمة الهجري شارك في مؤتمر قسد، وما العيب في ذلك يا أولاد الأحبة؟ ما العيب في ذلك؟ طالما أنتم لم تشركوهم في مؤتمر دمشق، طبيعي، وهو مؤتمر متعلق بمكونات شرق الفرات كموقف تضامني وطني من أهل الساحل، من أهل سويداء، ممثلين في المرجعية الدينية دعموا هذا ال ال المؤتمر. هل هي دعوة للانفصال؟ هلّا نشوف مين الانفصالي الوقح، مين الطائفي الوقح، مين اللي ما بده الخير لسوريا. نقرأ شوي تفاصيل ال البيان وأعتذر عن الانفعال والتوتر. اختتمت فعاليات كونفرنس وحدة الموقف لمكونات شمال شرق سوريا، والذي عقد اليوم الجمعة تحت الشعار معا من أجل تنوع يعزز وحدتنا وشراكة تبني مستقبلنا. هذا هو الشعار، معا مكونات المنطقة معا من أجل تنوع يعزز وحدتنا وشراكة تبني مستقبلنا. طبعا شراكة مع من؟ شراكة مع العاصمة، شراكة مع باقي الأقاليم السورية مع باقي مكونات الشعب السوري، لأنه الأكراد مش بس موجودين في الشمال السوري، والعرب والمسيحيين يعني شرق الفرات سوريا مصغرة، صحيح ما في دروز وما في علويين يعني في هاي المنطقة بكثرة، ربما يعني على أصابع اليد، لكن منطقة شرق الفرات نتيجة التنوع الحاصل الموجود سوريا مصغرة. إذا هذا هو الشعار، في شيء طائفي، في شيء عنصري، في شيء انفصالي في هذا الشعار؟ يا إعلاميين يا بتوع المدارس. إيه شو بيقول كمان في مدينة الحسكة مقاطعة الجزيرة بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وممثلي مكونات شمال شرق سوريا. إيه. وقرئ البيان من قبل رئيس مجلس قبيلة الطي العربية، رئيس مجلس قبيلة الطي العربية، بعكس ما استندت يعني عليه تلفزيون سوريا في تقريرها اللي أنا نشرته، أنه عرب مش معروفين ومش ومجهولين، وكانوا في المقاعد الخلفية بينما الأكراد في المقاعد الأمامية. من هالاستهداف الغبي المغرض.
رئيس قبيلة طي العربية قرأ البيان الختامي لهذا المؤتمر. خلي يطلعوا ويهاجموه. تفضلوا. إيه. وأوضح البيان إن كونفرنس من مكونات شمال وشرق سوريا انعقد في مرحلة وطنية حساسة، وبدافع من المسؤولية المشتركة تجاه حاضر البلاد سوريا ومستقبلها سوريا، حيث اجتمعت إرادات ممثلي مختلف مكونات المنطقة من كرد وعرب وسوريان وأشوريين وتركمان وأرمن وشركس وسواهم للتعبير عن التزامهم المشترك بمسار وطني ديمقراطي جامع. مسار وطني ديمقراطي جامع. وين النفس الانفصالي في البيان يا أولادين الأحبة؟ وين؟ مسار وطني ديمقراطي جامع قائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية. وين النفس الانفصالي المناطقي ما بعرف شو يا إبراهيم الجبين في هذا النص، في هذا الكلام؟ وين النفس الانفصالي المناطقي ما بعرف شو يا شو اسمه محارب، معتز محارب؟ وين؟ دلوني، ساعدوني لحتى أكون معاكم ومتفهم لحرصكم الوطني الكبير على سوريا. نكمل. ولفت البيان إلى أن المشاركين في الكونفرنس أشاروا إلى العمق التاريخي والثراء الثقافي للمكونات في شمال وشرق سوريا، إلى جانب حالة التهميش والإقصاء التي تعرضت لها من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة خلال عقود طويلة من الزمن. طبعا أنا هذا الكلام قلته في فيديوهات سابقة في قبل أشهر، وبالتوثيق أنه هذه المنطقة، منطقة شرق الفرات، أطعمت وألبست وأكست وأدفأت كل سوريا منذ نشأة سوريا وحتى الآن، لكن هي منطقة مهمشة، منطقة أغنى منطقة في سوريا، أفقر منطقة في سوريا. ليش؟ على زمن الحكومات المركزية، حكومات هبت حكومات البعث والما بعرف شو. المهم شو كمان بيقول البيان؟ من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة خلال عقود طويلة من الزمن، لا سيما في ظل حكم النظام البائد الذي اتبع سياسات ممنهجة لقمع الهويات. ما بيقولوا الكرد كمان، يعني تعبير عام، يعني الهويات وإضعاف البنى الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وفرض مشاريع تغيير ديموغرافي، وحرمان المكان من حقوقهم، وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية في التمثيل والمشاركة والتنمية. جيبوا لي من سلوك نظام البعث ما يناقض هذا الكلام. جيبوا لي من سلوك نظام الجولاني ما يناقض هذا الكلام. هذا الكلام الموجود في هذا البيان، في نص هذا البيان، يستند على أرضية صلبة وقوية ومهولة من التوثيق، من الحقائق، من المعطيات، تغيير ديموغرافي، مشاريع عنصرية، تهميش اقتصادي، تهميش سياسي، كل ما يخطر على البال. طيب وين الخطأ في هذا الكلام؟ أنا بدي واحد يطلع، يعني أخو أخته وبيحترم حاله، يطالع لي الخطأ من هذا الكلام طبقا لسلوكيات البعث وسياسات البعث والقصص هي، وطبقا لأداء حكومة الجولاني ما بعد البعث، اللي هي حكومة مشتقة من البعث لكن بلبوس إسلامي وائتلاف يجمع ما بين الأخوان والسلفية الجهادية.
وأضاف البيان أن ما يجري اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من سلوكيات وممارسات يومية بحق أبناء الشعب السوري، لا سيما ما جرى بحق أبنائنا في الساحل والسويداء والمسيحيين، ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية، وهي بكل تأكيد جرائم حرب تحتاج إلى تحقيق حيادي والعمل بشفافية ونزاهة لتحديد الجنات الفاعلين كائن من كان. طبعا يبدو أنه اللي صاغ هذا البيان بيتابع ما أنشره من على صفحتي وعلى قنواتي، وأنا أول من ذكر وأعطى توصيفا قانونيا بذكر المواد بالاتفاقيات والقوانين الدولية، ما جرى في الساحل وما جرى في السويداء أنه هي جرائم حرب، جرائم حرب لا تسقط بالتقادم طبقا للمواد اللي أنا نشرتها، وهي مواد لها علاقة يعني باتفاقيات دولية أجمع عليها المجتمع الدولي. استهداف المستشفيات جريمة حرب، استهداف المواطنين الآمنين وكل ما جرى بالدقة والتفصيل في الساحل وفي السويداء، الحصار، التجويع، كل هالتفاصيل هي جرائم حرب. مثلما ارتكبت إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة، ارتكب نظام الجولاني جرائم حرب بحق المدنيين الآمنين في الساحل وفي مدينة السويداء. إذن هل في هذا الكلام شيء يعني وين النفس الانفصالي لما تقول إنه ما جرى في الساحل وما جرى في السويداء جرائم ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية؟ قارنوا ما هو موجود، تعريف الجرائم ضد الإنسانية وما حدث في السويداء وما حدث في الساحل السوري، وطبقا للاتفاقيات الدولية، وجيبوا لي الخطأ في هذا الكلام. طبعا قبل صدور هذا البيان بفترة يعني أنا ذكرت أنه ما فعله الجولاني في السويداء وفي الساحل جرائم حرب، وربما ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية. وين النفس الطائفي والانفصالي في هالكلام؟ وأكد الكونفرنس على أن التعدد القومي والديني والثقافي في شمال وشرق سوريا هو مصدر غنى وقوة. في شيء غلط بهذا الكلام؟ وهذا الكلام ينسحب على سوريا كمان. وشدد على ضرورة ترسيخ هذا التعدد في البنى السياسية والإدارية، وهذا واضح بدليل أنه اللي قرأ هذا البيان رئيس مجلس قبيلة طي العربية الأصيلة. يعني مين راح يجي يقرا هذا البيان؟ مهند القاطع بده يقرا هذا البيان، ولا ابراهيم الجبين اللي هو اصلا ليس من ابناء الحسكه مثلا ليس من ابناء الحسكه. اتى يعني انا حكيت في سابقا كيف اتوا وافد الى محافظه الحسكه. شو بيقول؟ وعلى ضمان ترسيخ هذا التعدد في البنى السياسيه والاداريه، وعلى ضمان تمثيل المكونات كافة بما يعزز من وحدة المجتمع، معتبرا أن نموذج الإدارة الذاتية وتجربة تشاركية قابلة للتطوير والارتقاء. يعني ما حاطين أنه لا يعني هذا هو الحل، لا، بإمكان النموذج أنه آه، يتطور ويتغير. ومثال حي على الحوكمة والمجتمعية الديمقراطية من أهل. كما عبر المشاركون على تقديرهم العالي للتضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن المنطقة وكرامة شعوبها. المهم إلى شو بيقول؟ واعتبارها نواة، قوات سوريا الديمقراطية نواة ضرورية لبناء
جيش وطني سوري. وين الغلط بهذا الكلام؟ أن تكون قسد نواة لجيش وطني سوري. بالله عليكم يا معشر الإعلاميين في تلفزيون سوريا والأخبارية وسانا وكل الأوعية، بالله عليكم يعني أبو عمشة هو نواة لجيش وطني في سوريا، أبو الميش هو نواة لجيش وطني في سوريا، الإيغور هم نواة لجيش وطني في سوريا. استحوا شوي، يعني بدها شوية خجل، بدها شوي حياء وخجل من دماء الضحايا. المهم هذا المؤتمر في تقديري على علله ومشاكله وأخطائه، أكيد يعني أنا ما في شيء كامل، يعني أنا لا أدافع عن المؤتمر بقضه وقضيضه وعجره وبجره، لا، أنا أقارن ما بين ما جرى في الحسكة وما جرى في دمشق، وهذا الهجوم التعسفي الغبي الطائفي والعنصري على هذا المؤتمر، رغم أنه مؤتمر غير مؤذي، لم يطرح مشاريع انفصالية، لم يقدم يعني خطابا طائفيا انفصاليا عصبويا مناطقيا قبليا. شوية قبائل أو شوية الهفل وإبراهيم الهفل بالحسكة تحرك شوي بدعم من النظام السوري والميليشيات الإيرانية، سموها ثورة العشائر، وتحطم وهرب. الثاني الهجوم على آه، السويداء من البدو، سموه البدو العرب مش كلهم بدو، سموها ثورة العشائر وهوسة العشائر وهبت هبت ولبت لبت. يا أولادين الحرام، لما أبناء الشعيطات كانوا تحت سكاكين داعش، وين كانت هبت هبت ولبت لبت؟ وين كانت؟ أنا بس بدي أعرف. عندما كان النظام السوري يقتل أبناء السنة والجماعة من الكلام هذا، وين كانت هوسات البدو والعشائر وهبت هبت ولبت لبت؟ عيب عيب. بدها شوية حياء وخجل بس. منين أجيب إحساس للما يحس؟ منين أجيب إحساس للما يحس؟ منين أجيب خجل للما يخجل؟ يعني مثل ما قال كاظم الساهر، على يعني من قبيل السخرية من هؤلاء الذين يتصدرون المشهد الإعلامي ويصدرون خطابا طائفيا فئويا كريها مقيتا نتنا عنصريا. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في لقاءات أخرى، وسنلتقي في مواضيع أخرى. دمتم بألف خير.